اعلاميه صغيره سنا بس كبيره مقام جدا. تعالوا اسمعوها فريده بتقول ايه. امام عاشور وخدتوه، امام المسجد وخدتوه، عايز اعرف انتوا دفعتوا له كام؟ حتى امام المسجد يعني يوم ما تخيل مثلا ان الشعار ده ممكن يتسرق من التيشيرت بتاعي. قبل ما نخش في النهايات عايزين نقول حته حمزه عبد الكريم. انا فخوره ان في ناشئ مصري اول مره في التاريخ يحترف لنادي برشلونه، وانا لو عايزه احيي اداره الاهلي قوي لان الاداره شرطت وخدت اللي هي عايزاه. نخش بقى على الجانب التعيس في حياتي، الجنب اللي هيخلي شعري يبيض قبل ما اكبر. الزمالك النهارده يخسر 3-0 من الاتحاد السكندري. جمله اللي انت مستنيني اقولها، الزمالك بيلعب بناشئين يا عزيزي المستمع، بس انا عارفه ان محدش هيرحم لان احنا اول ناس عملنا حفله على الاهلي. انا مستغربه ازاي ده مستوى الناشئين في الزمالك والاهلي، طالما ده مستوى الناشئين اللي هم بيلعبوا في الزمالك اللي هو اكيد الزمالك اختارهم في الاختبارات. طب الناس اللي اترفضت كانت مستواها عامل ازاي؟ النهارده ما عندكش غير انس، وعلى فكره انا ما بلومش على الناشئين خالص، انا بلوم على الفساد اللي موجود. قال لي يا عم قول هيخلص تعادل، لكن نخسر بالثلاثه. انا عايز اعرف مين اللي هيموت في الاخر، الزمالك ولا الجمهور؟ طالما انتوا شايفين دي بطوله مش مهمه تلعب فيها ليه؟ وانت عارف من الاساس ان انت هتلعب بالناشئين. لعبت الفرقه الكبيره في الماتشات اللي فاتت، لكن انا اقول لك السر، لعبت الزمالك الكبيره ما بقتش عايز تلعب عشان ما تاخدش فلوس، او انت لسه ما تعرفش الميرش ده بتاعي، او انت عايز تطلب التيشيرتات دي